السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حلقة جديدة من قناة محمد خالد. النهاردة إن شاء الله هقول لكم إزاي تعملوا قيمة فريق عالية. زي ما احنا شايفين هنا فريق برايتون، القيمة بتاعته 920، ومعنا هنا فوق 583 مليون في الخزنة. وأيضا لو عايزين تصدقوا أكتر هنفتح فريق برايتون التاني، لسه الدوري خلصان، وهنشوفوا عندنا كام فلوس. رغم أن موقف بيع وشراء لعيبة في فريق إيفرتون التاني ده، لأن قيمة الفريق عالية جدا عندي، وأيضا ما كنتش عايزها تعلى جدا عشان ما قابلش فرق في كأس الرابحين القيمة بتاعتها عالية أوي. هنا خدت الكاس والدوري وتحقيق هدف الإدارة. زي ما انتوا شايفين خدت الدوري ب108 بونت، بفرق 18 بونت عن مانشستر يونايتد، بس ده مش موضوعنا. هنبص هنا عندنا 645 مليون، والفريق بتاعنا 462، يعني تقريبا مليار على بعض. بس هوريكم اني موقف بيع وشراء لعيبة من فترة. هنا هنروح على قيمة الانتقالات، هنبص على الانتقالات. موقف شراء لعيبة من الجولة الكام، لحظة، موقف شراء لعيبة من الجولة 20، يعني من 23 جولة بالظبط. وبصوا معايا 645 مليون. كنت ببيع لعيبة زي ما انتوا شايفين، اللعيبة بتتباع بسرعة زي ما انتوا شايفين، اللعيبة كانت بتتباع بسرعة فائقة. بس أنا وقفت بيع وشراء لعيبة، وأيضا في لعيبة بتتباع بأسعار عالية، وهوريكم هنا في فريق نادي برايتون في كأس الرابحين. هنروح على الانتقالات، ادي لاعب ب114 مليون متباع، ولاعب ب45 مليون، لاعب ب110 مليون، ولاعب ب80 مليون، ولاعب ب113 مليون، ولاعب ب60 مليون، أيضا لاعب ب34 مليون. وزي ما انتوا شايفين بيتباعوا في وقت وجيزة. ولو دخلنا هنا نبص على قيمة الفريق هنلاقي الأول مليار 249، وأنا هنا في المركز 27 921. لكن لو جبت لعيبة بال583 مليون دول هعدي هبقى أنا في المركز الأول. هنروح هنا نبص، هقولكم دلوقتي ازاي ببيع لعيبة في وقت سريع جدا. أولا أنا بجيب هنا اللعيبة وببيع اللعيبة هنا عندي بأعلى سعر، بجيب اللعيب ببيعه بأعلى سعر. ولكن في خطوات تانية، استنوا الفيديو للآخر. مثلا هبين مثلا على بدري ده مثلا عشان ما عنديش لعيبة لسه مشتريتش. وبعد ما احط لعيب هروح في جلسات التدريب، احط مثلا بدري هنا في جلسات التدريب، ده هيزيد من الفرص بتاعته في البيع. تاني حاجة هنعملوها اللي هو هنروح مباراة ودية، ولكن في الأول هنروح على التشكيل وهنحط مثلا هنا بدري في التشكيل. دي حيلة تانية، بس عشان بدري في جلسة التدريب مش هينفع معانا. تاني حيلة اللي هو هنحط اللعيبة اللي عايزين نبيعها في التشكيلة قبل مثلا ما نحطوها في جلسة التدريب. بعد كده هنا نلعب مثلا، عفوا شباب، نلعب ماتشات ودية. بعد نلعب ماتشات ودية دي هزيد أيضا من فرص بيع اللعيبة. ودول كانوا حيلتين اللي هم بصراحة شغالين معايا، بيخلوا اللعيبة تتباع في أسرع وقت. أول حاجة أنت تحطهم في التشكيلة وتلعب بيهم مباراة ودية. تاني حاجة هتحطهم في جلسة التدريب وتحط اللعيبة ديت على قيمة الانتقالات وبأعلى سعر، وهتلاقيها اتباعت. وأنا وريتكم هنا في الحلقة إن اللعيبة متباعة عندي بأعلى سعر، ووريتكم أيضا الفلوس هنا معايا، والفلوس في نادي برايتون الفتحة اللي تحت من دي، وكله قدام عنكم.
وأيضا مثلا هنروح نبص هنا على فريق أرسنال أيضا، وبصوا على قيمة الفريق. أيضا هنا صعدت للدور النهائي، معايا فوق 255 مليون، ومعايا 48 برا، يعني معايا 304 مليون، والفريق بتاعي 432 مليون. وده في الجولة ال12 في كأس دوري أبطال أوروبا عفوا. زي ما انتوا شايفين اهو الفريق 432 ومعايا 304 مليون. ودول كانوا الحالتين اللي هم إن شاء الله هيبيعوا معاكم اللعبة في أسرع وقت. وها هنا قد انتهى الفيديو، وأرجوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يأتي لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.